العالم على حافة مرحلة جديدة، ترامب، جرينلاند، فنزويلا، وتحالفات بتتغير. بس خليني ابدأ معاك بسؤال بسيط: هل ممكن قرارات سياسية تتاخد في مكاتب مكيفة وتوصل شرارتها لشوارع بعيدة جدا؟ هل ممكن تصريح واحد من جزيرة متجمدة يكون ليه علاقة بتهديد حياة مواطنين في دولة تانية؟ اللي بيحصل دلوقتي في العالم مش شوية اخبار عاجلة، احنا قدام نمط جديد في إدارة القوة، ونقطة البداية في النمط ده اسمها دونالد ترامب. النهارده هنجمع كل الخيوط: جرينلاند، فنزويلا، التحالفات العسكرية، واللي الصحافة العالمية قالت عليه سوء تقدير استراتيجي. مش هقول لك خبر، لكن هفهمك الصورة. ترامب رجع، بس رجع بايه؟ ترامب لما رجع بقوة للمشهد ما رجعش كرئيس تقليدي، رجع بعقلية واضحة جدا: الامن القومي الامريكي مش قابل للتفاوض، والسيادة مسألة مرنة. اخر تصريحاته عن جرينلاند كانت صادمة حتى لحلفاء امريكا، قال ان الولايات المتحدة الامريكية لازم تسيطر على جرينلاند، وقال ان ده ضروري لردع روسيا والصين، ولمح ان في طرق سهله وطرق صعبه. الصحافه هنا وقفت عند نقطه مهمه: لاول مره رئيس امريكي يتكلم عن ارض تابعه لدوله حليفه باللغه دي ومن غير دبلوماسيه. مصادر زي رويترز وفاينانشال تايمز وذا جارديان فسرت الكلام ده على انه تحول من سياسه النفوذ لسياسه التملك. ليه جرينلاند مهمه اصلا؟ خلينا نفهم ليه ترامب مركز مع جزيره شكلها متجمد ومفيش فيها بشر كتير. جرينلاند موقعها يتحكم في القطب الشمالي، فيها معادن نادره مهمه للصناعات العسكريه، وذوبان الجليد فيها فاتح طرق ملاحه جديده قريبه من روسيا، قريبه من اوروبا. يعني ببساطه اللي يسيطر على جرينلاند يبقى ماسك بوابه الشمال. وده يفسر ليه الصحافه الاوروبيه اعتبرت تصريحات ترامب سابقه خطيره داخل الناتو نفسه. نروح بقى لامريكا اللاتينيه. ترامب خد قرار تصعيدي تجاه فنزويلا. القرار اتقدم داخليا كرساله قوه وانهاء تهديد نظام معادي، لكن اللي حصل بعد القرار ده هو اللي خلى التقارير تقول هنا الغلط. بعد ساعات جماعات مسلحه مواليه للنظام نزلت الشوارع، تقارير عن تفتيش وترهيب، كلام عن استهداف امريكيين او خطفهم، وهنا حصلت لحظه اعتراف غير مباشر. وزاره الخارجيه الامريكيه قالت لمواطنيها اخرجوا من فنزويلا فورا، وده اخطر مؤشر سياسي ممكن تشوف. صحف زي ذا جارديان واي بي سي نيوز قالت بوضوح قرار ما حسبش كلفه حمايه المدنيين. ليه التقارير وصفت القرار بالخطا؟ خلينا نكون دقيقين. التقارير ما قالتش ان ترامب غلط اخلاقيا، قالت غلط حسابيا، غلط توقيتا، غلط استراتيجيا. ليه؟ لان فتح جبهه جديده وامريكا اصلا مضغوطه عرض مواطنيه لخطر مباشر، جمع خصومه بدل ما يفرقهم. مجله فورين بوليسي قالت ان الضغط الامريكي خلق رد فعل عكسي بدل الردع. نروح بقى للربط الكبير: جرينلاند، فنزويلا، التحالفات. هنا بقى مربط الفرس. في نفس التوقيت ترامب بيهدد في جرينلاند وبيصعد في فنزويلا. روسيا والصين وايران بيعملوا مناورات بحريه مشتركه. دي مش صدفه، الرساله متبادله. امريكا بتشتغل بمنطق فرض السيطره، والطرف الثاني بيرد بمنطق توازن القوه. وده اللي خلى محللين يقولوا احنا داخلين مرحله تفكيك القواعد القديمه من غير ما يتبنى نظام جديد مستقر. طب السؤال بقى: هل ده معناه حرب عالميه؟ الاجابه لا، احنا مش داخلين حرب عالميه بكره، بس احنا داخلين مرحله اخطر، اطول، واقل قابليه للسيطره. مرحله كل قرار فيها بيشد الحبل شويه، واللي يخوف مش التصعيد، اللي يخوف ان الخطوط الحمراء بقت ضبابيه. اللي بيحصل دلوقتي مش قصه ترامب بس، دي قصه عالم بيتحول من اداره ازمات لصناعه ازمات محسوبه. والسؤال الحقيقي مش مين هيكسب، السؤال مين هيعرف يوقف قبل ما الحساب يغلط. السؤال لحضراتكم: هل امريكا بتكرر اخطاء امبراطوريات سابقه؟ وهل التحالف الروسي الصيني الايراني حقيقي ولا مؤقت؟ استني رايكم في التعليقات، ولحد ما نشوف الكلام الجاي على ايه ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب عشان دايما تلاقي هنا الخلاصه مع اسلام أمين. دايما وابدا تحيا مصر، وسلام عليكم.